بص يا معلم، في البداية كده يا ريت تضغط على علامة اللايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك عشان تساعدنا ننشر فيديوهات كتيرة الفترة الجاية. بيبدأ الفيلم سنة 1713 في قبيلة صغيرة عايشة وسط الجبال، والحياة بتكون في القبيلة دي حياة بدائية، والبشر كلهم عايشين بأسلوب العصور القديمة، زي انهم بيصطادوا عشان يوفروا الأكل أو يدافعوا عن نفسهم بالسيوف. وده بسبب ان في وحش مفترس نزل من الفضاء على كوكب الأرض وقضى على أغلب البشر اللي موجودة. ودي بنت اسمها نارو عايشة في القبيلة مع أهلها، وبتكون شاطرة جدا في تحضير الأدوية من الأعشاب عشان تعالج بيها مرضى الحروب. لكن نارو بتكون مش راضية عن أسلوب حياتها، وبتحاول تتدرب على أساليب القتال عشان تثبت للقبيلة إنها محاربة كويسة. وأثناء ما هي ماشية بتشوف في السماء طائر الرعد، وده بيكون إشارة عشان تبدأ القتال مع القبيلة. فبتروح لأخوها تابي وبتقوله إنها جاهزة للقتال، لكن أخوها بيخاف عليها وبينصحها ما تتسرعش، وبيقول لها إنها لسه صغيرة ومحتاجة تتعلم أكتر، وبيقول لها عشان تثبت كفاءتها لازم تصطاد وحش مفترس. لكن نارو مش بتهتم بكلام أخوها وبتسيبه وبترجع للقبيلة. وهناك بيوصل خبر للقبيلة إن في أسد هربان، وده هيخلي محاربين القبيلة يطلعوا رحلة استكشاف عشان يلاقوه. فبيتجمع أمهر المحاربين في القبيلة وبيكون من ضمنهم تابي. وأثناء ما هم بيدوروا على الأسد ده بيسمعوا صوت خطوات قريب منهم، وفجأة بتظهر هنا نارو وبتقول لهم إنها عاوزة تساعدهم في مهمتهم. فبيتريقوا عليها عشان ضعيفة وما خرجتش في رحلة صيد قبل كده. وفي النهاية بيقرروا ياخدوها معاهم عشان هي بتقدر تتتبع آثار الأقدام كويس، وده هيساعدهم. فبيكملوا طريقهم، وبتفضل نارو تتتبع آثار الأقدام لحد ما بيوصلوا لواحد من القبيلة، وبتحاول نارو تعالج جروحه، وبيشيلوه بعدها على لوح خشب عشان يساعدهم في نقله. وهنا بيقرر تابي ينفصل عنهم عشان يدور على الأسد لوحده، وبيقول لنارو لازم ترجع معاهم القبيلة عشان تعالج الشخص المصاب ده. وبتوافق نارو وبترجع مع باقي المحاربين. وهم في الطريق بتلاحظ نارو تعبان على الأرض مسلوخ جلده ومتاكل أحشائه، وبعدها بتلاقي آثار أقدام لكائن ضخم جدا. فبتستغرب نارو من الآثار دي لأن هي أول مرة تشوف آثار أقدام بالحجم ده. فبتطلب من المحاربين إنها ترجع لأخوها وتحذره، لأن أكيد الكائن ده مفترس وهيأذيه. فبيروح معاها محارب اسمه باقة عشان يدافع عنها لو هاجمهم حيوان مفترس. ولما بيوصلوا لمكان تابي بتحكي له عن آثار الأقدام والتعبان المسلوخ، فبيقول لها تابي إن ده ممكن يكون دب، لكن نارو بيكون عندها شكوك إن ده وحش خطير جدا. فبتطلب من أخوها تكون معاه وهو بيصطاد الأسد، فبيوافق تابي وبيقول لها إن دي فرصتها الأولى والأخيرة. فبتفكر نارو في خطة تستدرج بيها الأسد عشان تعرف تصطاده. فبتفكر تسيب طعم الأسد في مكان عالي على الشجر عشان قوته تكون أضعف، وساعتها هي هتقدر تصطاده بسهولة. فبيوافق تابي على الخطة دي، وفعلا بينفذوها وبيستنوا الأسد. ولما بيجي الأسد ياكل الطعم بتكون نارو متوترة ومش عارفة تتصرف. وفجأة هنا بتقع نارو من على الشجرة وبتفقد الوعي. ولما بتصحى بتلاقي نفسها في الخيمة بتاعتها في القبيلة، وبتعرف من أمها إن تابي اللي جابها هنا بعد ما فقدت الوعي. وبعدين رجع مرة تانية للغابة عشان يصطاد الأسد، وبعدها بشوية بيرجع تابي ومعاه راس الأسد وبيكون نجح إنه يصطاده. فبتحتفل بيه القبيلة وبيعينوه زعيم المحاربين بسبب مهاراته في الصيد والقتال. وبتقرر هنا نارو تهرب من القبيلة وتدور على الكائن اللي شافت آثار أقدامه، وبتستنى الصبح يطلع وبتهرب من القبيلة وبتروح لمكان في الغابة تتدرب فيه وتستعد عشان تصطاد الكائن ده. ولأنها هتفضل أكتر من يوم في الغابة بتعمل مكان تنام فيه وبتصطاد أرنب عشان تاكله. وتاني يوم بتكمل مغامرتها وبتفضل ماشية في الغابة، وفجأة بتشوف مجموعة كبيرة من الحيوانات مسلوخ جلدها. فبتتأكد هنا نارو إن الكائن ده خطير جدا، وبتكمل طريقها عشان تدور عليه. وفي الطريق بتشوف دب كبير بيصطاد فريسة، فبتستخبى نارو وبتضرب عليه سهم عشان تصطاده، لكن السهم مش بيجي فيه وبيهاجمها الدب. وبيحاول الكلب يجذب انتباه الدب عشان يبعده عن نارو، وبيفضل الدب يطارد نارو وبتفضل تجري منه لحد ما بتوصل لمكان مقفول من الشجر وبتستخبى فيه. وفجأة هنا بيظهر الكائن الغريب وبيهاجم الدب، وبتلاحظ نارو ان الكائن ده مختفي وبتكون مش قادرة تحدد ملامحه. وبيكون الكائن ده قوي جدا وبيهزم الدب بسهولة وبياكل أحشائه. وبتخاف هنا نارو وبتهرب قبل ما الكائن ياخد باله ويقتلها. وأثناء ما بتكون بتهرب بتشوف مجموعة محاربين من القبيلة بتاعتها، وبيكونوا عاوزين يرجعوها القبيلة بأمر من أخوها تابي، ولكن هي بترفض تروح معاهم عشان تكمل المغامرة بتاعتها. ولكن بيهاجموها وبياخدوها معاهم بالإجبار. وفي نص الطريق بيقعدوا عشان يرتاحوا، وفجأة بيسمعوا خطوات حيوان قريب منهم، وبيطلع ده ذئب صغير. ولما بيروح واحد منهم عنده بيظهر عليه ليزر وبيتضرب عليه أسهم وبيموت. وفجأة هنا بيظهر الكائن الغريب ده وبيهاجم المحاربين، فبتستغل نارو الوضع وبتفضل تجري في الغابة، لكن بيوقفها باقة اللي بيكون مستخبي عشان يصطاد الكائن ده. ولما الكائن بياخد باله بيطاردهم وبيقدر يوصل لباقة وبيقتله. وفجأة رجل نارو بتتعلق في مصيدة حديد، وبيظهر مجموعة محاربين تاني وبيضربوا نارو على دماغها وبتفقد الوعي. ولما بتصحى بتلاقي نفسها في قفص وبيتكلم معاها القائد وبتكون مش فاهماه، وبيكون في مترجم معاهم وبيسأل نارو عن الكائن.
وبيقول لها انهم خطفوا اخوها تابي، وبيفضلوا يعذبوا تابي عشان نارو تحكي لهم عن الكائن اللي شافته، لكن نارو بترفض تتكلم، فبيربطوها هي واخوها في شجرة عشان يكونوا طعم للكائن ده. وفي الوقت ده بتتكلم نارو مع اخوها عن الكائن الغريب ده، وبتقوله انها اختارت الكائن ده عشان يكون فريستها، واثناء ما بيكونوا الصيادين مستنيين الكائن يظهر بيهجم عليهم وبيقتلهم بكل سهولة. وبتستخدم نارو المصيدة الحديد عشان تقطع بيها الحبل وتهرب هي واخوها، وبتنجح نارو انها تقطع الحبل، وبيروح اخوها يجيب حصان يهربوا بيه، وفجأة بيظهر صياد وبيقول لها لو عالجت جروحه هيديها المسدس ده. وفجأة هنا بيظهر الكائن وبيقتل الصياد المصاب، وبتهرب نارو وبتستخبى ورا شجرة، وفجأة بيظهر تابي وبيهاجم الكائن ده. بتستغل نارو الوقت وبتملى بارود المسدس عشان تضرب بيه الكائن، وبتحاول تضربه لكن بتفشل عشان كمية البارود قليلة. فبيحاول تابي يجذب انتباه الكائن ليه عشان ما يقتلش اخته، وللاسف الكائن بيقتله هو. وبتهرب نارو في الوقت ده لان هي مش هتقدر تقضي عليه، وبتشوف قدامها القائد اللي كان خاطفها، فبتحط طعم للكائن، ولما الكائن بيظهر بتضربه بالنار في دماغه، وبيقع هنا القناع بتاع الكائن لكن مش بيموت. فبتاخد نارو القناع وبتهرب، وبتعمل مصيدة من الخشب عشان تقدر تقضي عليه لما يقرب منها، وبتحط القناع بين صخرتين عشان تقتل بيه الكائن. وبيجي الكائن عشان ياخد القناع بتاعه، وفجأة بتهجم عليه نارو عشان تقتله، وبتنجح انها تقطع ايده، وبتهجم عليه مرة تانية وبتقدر تصيبه تاني، وبتجري عشان تستدرجه المكان فيه رمال متحركة، وبتنجح انها توقعه فعلا في الرمال دي. وفجأة بيظهر الكائن مرة تانية، ولكن بيجي عليه أشعة ليزر من القناع بتاعه، وبيطلع من القناع طلقات بتقضي على الكائن. وبتنجح نارو في مغامرتها وبتاخد راس الكائن وبترجع بيه للقبيلة، وبتحتفل بيها القبيلة، وبيخلص الفيلم على كده.